السلام عليكم اخواني اخواتي. اخر شطحات عبد المجيد كدبون فيما يخص شجرات الاركان. نشوفوا هذه اللقطه ديالو هذه. انا شخصيا اكتشفت اركان في السبعينيات، جواهتي ندوف شجرة اركان تنوض تلقائيا تنهار بسوفاج، بينما فيه دول اخرى الثروه نتاعهم هي زيت اركان. انا نجيب قادر كاع الجنوب تاعي ما بين الهضاب والجنوب ننتج هذا الزيت هذا. اخواني اخواتي، من بعد ما شفنا هذه الكذبه الاخيره، انا غنعتبرها صحيحه، ماشي مشكل، لا غادي نعتبروها صحيحه، لان كاين الفئه الغبيه من الشعب الجزائري يصدقونها. ولكن انا غادي نحاول نوصلوا لهم واحد الفكره، نوصلوا لهم كيفاش يتعاملوا مع بحال هاد الاكاذيب هادو، نوعيوهم شي شويه الا بغاو يوعوا. عبد المجيد كدبون قال لك في السبعينات اكتشف شجرات الاركان. هو اكتشف هو مكتشف، واكتشف الطوابير كيفاش تحيدها، اكتشف المشكل ديال الطوابير كيفاش تحيدها. ادار زعما رئيس دوله، وكان في ديك الوقت شوف اش من المسؤوليه اللي كانت عنده، منصب كان عنده شي منصب وزاري ولا شوف شنو، واكتشف بان تندوف فيها شجر الاركان، وبدا تيتكلم كدا هادي من اللي في الاخر وصل لواحد المساله. دابا باش نتفاهموا ايها الكراغله، عبيد جنرالات الجزائر، لا تنوجه لهم الرساله، دوك العبيد السفهاء الاغبياء اللي تيصدقوا الرئيس ديالهم عبد المجيد كدبون. قال سيدي بانه هناك بلدان، يعني المغرب، يعني واخدين هاد شجرات الاركان اللي تيخرجوا منها زيت الاركان كمصدر للثروه ديالو، مصدر يعني للاقتصاد، يعني الاقتصاد ديال هذه البلاد تعتمد على، وهي في الحقيقه تيبغي يدير تصغير من الشأن ديال المغرب. اذا السؤال المطروح ايها الكرغولي اللي خصك بعدا توجهوا بعدا لهذا عبد المجيد كدبون ديالك الكذاب، قول ليه اودي دابا عيزكيو راسكم في واحد الحاجه. راه مره تقولوا لنا الاقتصاد المغربي تعتمد على السياحه الجنسيه، مره تقولوا لنا راه الاقتصاد المغربي تعتمد على الحشيش، ودابا تقول لنا راه تعتمدوا في الاقتصاد ديالهم على زيت اركان، ودابا يشدوا عا في بلاصه وحده، غير في جهه وحده. هذا سؤال نتمنى انك تطرحه. انا دابا تنتكلم بواحد المنطلق اخر، وهذا الشيء كامل اللي قال راه على الكذوب، ولكن انا غادي نمشي في الاتجاه بانه صحيح. انت الكرغولي صدقتي هذه الهضره وانه صحيح. الاسئله، السؤال الاول اللي خصك تطرح باش تكتشف بان هاد الجنرالات ديالكم وهاد الحكام ديالكم على راسهم عبد المجيد كدبون انهم عاد يكذبوا عليكم، وتكتشفوا الكذبه الاولى وتكتشفوا الثانيه وتتبقاو تصدقوهم. اذا انتم ما عندكم عقل، اذا انتم لا عقل لكم، اذا انتم مغيبين، اذا انتم حمير بهذا اللفظ هذا. اذا السؤال الاول، قولوا ما ودي يقولوا لنا اشنو، مره تقولوا لنا تعتمدوا على السياحه الجنسيه في الاقتصاد ديالهم، مره تقولوا لنا راه تعتمدوا على الحشيش في الاقتصاد ديالهم، دابا قلتوا لنا راه تعتمدوا على زيت اركان. واخا ندوزوا هذه، لنفترض مثلا تنعتمدوا على زيت اركان، اليست هذه يعني هذا اعتراف بان الانسان المغربي عبقري؟ كيفاش انه خلق من واحد المنتوج بسيط اللي هو شجره اركان اللي تيخرج من واحد الماده اللي هو الزيت، واستطاع انه يبني هاد البلد وهاد الدوله بهذه الطريقه هذه، بالبنيه التحتيه، بالتطور، بالمسائل اللي هي راكم عارفين، راكم عيت تكابروا، راكم عارفين وعايشين بهذا الاسلوب بهذه الطريقه بزيت اركان. يلا دابا انتم هذا سؤال طرحوه. اذا الانسان المغربي عبقري، والانسان الجزائري فهو غبي، وعلى راسهم عبد المجيد كدبون ملي اكتشف هذه الشجره وما عرفش يستغلها وخلاها تنقرضت من تماك. اذا هذا عبد المجيد كدبون فهو غبي، فهو ليس اهلا للمسؤوليه، ما عرفش كيفاش يستغل هذه الماده هذه. اذا ملي المغاربه استغلوا هذا المنتوج او هذه الشجره هذه وبناو بها وتعتمدوا عليها في الاقتصاد ديالهم
وفي الثروه ديالهم الوطنيه. اذا اش غادي نقولوا على اللي عنده البترول والغاز كيفاش خصو يكون؟ هذا الا قارنا هذا مع هذا، اذا هنا المغاربه راهم عباقره. اش هو العبقري؟ اللي هو تيصنع من واحد من لا شيء تيصنع منها شي حاجه كبيره، شي حاجه اللي هي بسيطه تيصنع منها شي حاجه تيصنع منها العجب. اذا هذاك عبقري. اذا عبد المجيد كدمون تيعترف بطريقه غير مباشره بان المغاربه عباقره، وبان الجزائريين اغبياء ما عرفوش يمشيو نحو التقدم والازدهار بالبترول والغاز. فمثلا المقارنه مع زيتركان، هذا رساله خصك انت يا الكرغولي انك توجهها للرئيس ديالك. قول لي هاودي هادو ملي صنعوا هذا العجب هذا من سميتو وصلوا لهذا المستوى في البلاد ديالهم من زيت اركان، اذا هادو راهم هادو راه عباقره، اذا هادو راه في المستوى، اذا هادو راه تيخدموا، اذا هادو راه ادمغه. وانت ما درتي لنا والو بزيت بالغاز والبترول، اذا انت راك دو المستوى خصك تنحى تحيد في حالتك. اذا خاصك تفتح لنا الحدود مع المغاربه نستافدوا منهم. هذه مسألة أخرى. هذه رسالة بغيت نوجهها هي لعبد المجيد كدمون. تكتشفتي قلتي شجرة الأركان في تندو في السبعينات، علاش ما بقاتش؟ علاش انقرضت؟ لأنك أنت منحوس. ملي تكتشفتيها راك منحوس. حتى شجرة الأركان لم تطمئن لك، يعني فيما مشيتي يحل الخراب. أينما ذهبت يا عبد المجيد كدمون يحل الخراب. شجرة الأركان فهي شجرة مباركة تنبت في الأرض التي يسكنها الشرفاء، وملي جاوها عصابات البوليزاريو واكتشفتيها انت في ديك المنطقة اللي هي تندوف، حنا تنقولوا مثلا نفترض داكشي اللي تصحيح، انقرضت، عرفت الأهل ديالها ومشات استقرت عند الأهل ديالها اللي هما المغاربة الشرفاء اللي كما قلتي تيعتمدوا عليها، عرفوا كيفاش يخدموا بها. ها فيما مشيتي يحلوا الخراب. حتى شجرة الأركان ملي اكتشفتوها هي تنقرض واستقرت عند الأهل ديالها، لأن شجرة مباركة لا تنبت إلا في أرض يقطنها الشرفاء، وملي جات الأرض يقطنها الخبثاء والمجرمين انقرضت. إذن إخواني أخواتي هذا فقط رد بسيط على عبد المجيد كدمون اللي جلس يكذب يقول لكم راه شجرة الأركان وبغى زعما ينقص من المغرب دول أخرى علينا حنا زعما تعتمدوا عليها في الاقتصاد ديالهم. شجرة الأركان فهي شجرة مغربية 100%، لا يمكن أن تنبت في مكان آخر، وفهي مسجلة في اليونسكو بأنها شجرة مغربية أصيلة. داك الشيء ديال الله من عند الله. إخواني أخواتي نتمنى الحلقة تكون عجبتكم، وما تنسوش تشجعونا بالضغط على زر لايك والجرس والاشتراك في القناة، وإلى اللقاء.